Audio Jungle. هل في فرق بين انك تلعب الكارديو قبل الفطار او بعد الفطار؟ لا، الاتنين واحد وبيحرقوا نفس الكالوريز. قبل الفطار زي بعد الفطار بساعة. طيب هل ينفع تتمرن حديد على معدة فاضية زي الكارديو؟ دي بقى لا، لازم تبقى واكل كويس. واكل كويس مش القصد بيها كميات كبيرة بقدر ما هي عناصر متكاملة في الوجبة. طيب الناس بتقول ان الكارديو على معدة فاضية بيحرق دهون اكتر، خاصة الدهون الالفا. كلام مش صحيح بالمرة. كل الفكرة ان الناس اللي بتحضر بطولات بتبقى واخدة حاجة زي التي 3 الصبح او واخد جي اتش، فالحاجات دي يفضل تعمل بعديها شوية مجهود مش اكتر. ولو ماشي على دايت وبتاخد اي حرق دهون برضو يفضل تعمل بعده شوية مجهود وبعدين تفطر. طيب ايه افضل وقت تتمرن فيه؟ بصراحة انا بعشق تمرينة الصبح، تبقى هرموناتك السما. تفطر وتروح تتمرن وبعدين تبدأ يومك وتنام آخر اليوم بدري. بعشق روتين اليوم بالطريقة دي بصراحة، لكن كل واحد وعنده ظروفه. فلو اتمرنت في نص اليوم جميل، ولو اتمرنت بالليل أجمل. مفيش مشكلة، أهم حاجة تتمرن ما تكسلش. بس يا سيدي.